دلوقتي احنا طالعين عشان نجيب حاجات ملهاش لازمه تقريبا. ليه ملهاش لازمه ليه؟ معرفش. الحاجات اللي احنا جبناها دي ملهاش لازمه. لا يا جماعه انا جبت حاجات مهمه جدا هوريها لكم لما اروح. صباح الخير. صحيت النهارده الساعه 11 الا تلت، بس ده كان بالنسبه لي متاخر لاني بصحى دايما الساعه 9 من اول الاجازه، يعني لان بيكون ورايا حاجات كتير بعملها. بعدها فتحت شباك الاوضه عشان ادخلها شمس ورتبت السرير وصليت. عملت فطار ونسكافيه بس مصورتش الفطار بصراحه، فصورت النسكافيه، فالمره الجايه ان شاء الله اصور لكم الفطار. حطيت اكل نيلي وصورتها عشان الناس اللي بتحبها، بس لو حد عايز يشوف فيديوهات لنيلي الوحيده انا بنزلها على التيك توك، هسيب لكم اليوزر في الديسكريبشن بوكس. كانت كيوت خالص بجد. بعدها رتبت شنطة الجيم معاكم عشان كنت رايحة الجيم. هنا بقى الصوت ما كانش واضح فقلت اعمل فويس اوفر. كنت بقول ان انا خلصت كل اللي ورايا ونضفت الاوضه، يعني رتبتها، عملت سكين كير وفطار وصليت، فهنزل جيم دلوقتي وهشارككم. وده كان الاوتفيت بتاعي. هنا كنت بتمشى في الشارع عشان رايحه الجيم فقلت اصور لكم يعني. وهنا كنت وصلت الجيم خلاص. السلام من بره. فاول حاجه اعملها ان انا هسرح شعري، وبعدين كنت حاطه مسكره فعايزه اشيلها. بسلم شعري الاول وبعدين هشيل المسكره وهاخد شاور وهنزل مع ماما فهوريكم هلبس ايه. هشيل بقى المسكره وبعدين اشوف هلبس ايه، بس هوريكم برضو. انا يا جماعه بجد لما باجي اشيل حاجه مثلا خلفيه كنت حاطاها، بشيل كل حاجه من على وشي حرفيا، عشان بحس ان انا وشي كان مطرب من بره، فلازم انضفه قبل ما اغسل وشي بالغسول. شلت المسكره وسرحت شعري وعايزه الم الحاجات الكتير دي، هي مش كتير قوي بس انا عايزه المها يعني عشان ارتب الاوضه، وهشوف هلبس ايه وهاخد شاور وبعدين هنزل مع ماما. هلبس الاوتفيت ده والكارديجان ده انا سرقاه من ماما بصراحه. بعد ما خدت شاور نضفت التسريحه فكنت بوريها لكم، وكنت بعمل سكين كير فقلت اشارككم. بعدها رحت عملت شوربه مشروم عشان بجد انا بموت فيها، دي احلى حاجه ممكن تتاكل او تتشرب يعني في الحياه بجد. وده شكل الاوتفيت، ودلوقتي هنزل فهاخدكم معايا. انا جبت ترولي وهروح اشوف هشتري ايه وهوريك. انا هاخد دي عشان انا اصلا كنت عايزاها بقالي فتره، وبما اني هجيب كوفرتة فلازم اجيب ملاية، فهوريكم اجيب ايه. رحله البحث عن ملايات، ماما عامله تدور، وجبت دي كمان وهشوف مخدات. هجيب دي عشان انضف بيها الاوضه، شكلها كيوت قوي. هحط دول وهرجع دي عشان لقيت لون احلى، لقينا كوفرت. انا عايزه اجيب زرع علشان هحطها على المكتب او على الكومود، مش عارفه، هشوف. جبت دي. دلوقتي احنا طالعين عشان نجيب حاجات ملهاش لازمه تقريبا. ليه ملهاش لازمه ليه؟ معرفش. الحاجات اللي احنا جبناها دي ملهاش لازمه. لا يا جماعه انا جبت حاجات مهمه جدا هوريها لكم لما اروح. هنجيب بصل مخلل عشان الترمس، بس انا هجيب الحجم الكبير عشان اصلا انا باكل كتير يعني، عشان انا بحب المخلل قوي. يعني لسه جايه من بره فجبت حاجات، جبت الكريم دول عشان انا بحبهم قوي بصراحه، وجبت الملايه دي والكوفرته دي والزرع دي حاجات عشان الاوضه. فهفرش السرير ده، شكل السرير قبل ما افرشه بالحاجات الجديده، وهفرشه واوريهولكم. هنا كنت بفتح الملاية معاكم عشان اوريلكوا شكلها عامل ازاي. بصراحة طلعت لونها تحفة بجد، انا بحب اللون ده قوي. بس في حاجة عايزة اقولها لكم، الزرعة اللي انا جبتها لونها بني، فماما كان عندها زرعة لونها ابيض، فانا بصراحة خدتها منها يعني بدلنا، علشان البني ما كانتش لاقيه على الاوضه قوي، كانت لاقيه على المكتب، وانا قررت ان انا عايزه احط الزرعه على الكومود جنب السرير يعني. هنا كنت فرشت الملاية بس كانت مكرمشه شويه فكانت محتاجه تتظبط. على فكرة المخدة دي يا جماعة، الخدادية الصغيرة اللي على السرير دي يعني فرش جديد مش القديم، هما انا عندي 2 نفس الشكل. هنا كنت حطيت الكوفرت فبوريلكوا السرير، وبعدين كنت برتب الزرع. خدت زرعة من ماما زي ما قلتلكوا وقلت احطها. بجد كنت مبسوطة بيها قوي، او مبسوطة بشكل الأوضة عامة، عشان انا بين كل فترة والتانية بحب ان انا اجدد الأوضة بتاعتي، سواء بقى ان انا اغير نظام يعني نظام الأوضة، او ان انا اشتري حاجة جديدة فتغير من شكلها، فدي بتبقى حاجة تحفة بجد. ودي الشمعة اللي انا بحطها جنب السرير. انا بحب الشمعة قوي بس عايزة اجيب شمعة كبيرة بصراحة، عشان دي اصلا مش بولعها، دي حرفيا انا حطها ديكور بس. وحطيت النضارة، وده شكل بقى الكومود بعد ما خلصته او الترابيزة. انا خلصت اول جزء في الاوضه زي ما انتم شايفين، ففاضل بقى الجزء ده، الملايات والحاجات اللي كانت على السرير فعايزه المها.
هنا كنت بوريكم ان انا اشطر كتكوت وكنت بلم الحاجات الحاجات اللي كانت عايزه تترمي والحاجات اللي كانت عايزه تتغسل زي الكوفرتا والكوفرتا القديمه يعني والملايات والكراتين والحاجات دي كانت هتترمي بعد ما شلت كل حاجه من على المكتب عشان انضفه عشان امسح التراب لان دي بالنسبه لي كانت تنظيف العيد. انا كده كده لسه اصلا نقله يعني مغيره ديكور الاوضه نقلاه فمغيره الاساس عامه مش اكيد فاهميني يعني فقلت ان انا يعني منضفه. وهنا نيلي كانت بتلعب في الزرع. انا بجد مش عارفه اعمل فيها ايه كل ما اجيب زرع جديد او كده او زرع عامه بتقعد تلعب فيه وتعوز تاكله مش تاكله يعني اكل تعوز يعني تعمله بسنانها كده فاهمين تلعب معاه يعني بس هو الفكره ان هي بجد بتبوظه فسبتها تلعب شويه وبعدين شلتها. انا كنت داخله اوريكم الاوضه بعد ما خلصتها فلقيتها قاعده تحت الكرسي هي حرفيا لحد دلوقتي قاعده يعني لحد ما انا بعمل فويس اوفر هي لسه قاعده فمش عارفه ليه بس ماشي. وده شكل الاوضه بعد ما خلصتها انا مبسوطه بيها قوي بجد شكلها تحفه. انا حرفيا عملت لكم روم تور تاني ده بارت 2 تقريبا من روم تور بس انا كنت مبسوطه فقلت اوريلكم الشكل يعني عامل ازاي بعد ما رتبتها. انا دخلت الاوضه لقيت نيلي موجوده. انا اصلا متفاجئه ان هي يعني فضلت موجوده كل ده ولحد دلوقتي لسه موجوده مش فاهمه ليه بس ماشي قعدت العب معاها بس هي كانت عايزه تنام فقلت اسيبها براحتها بقى. هشيل الميك اب وهعمل سكين كير وهقرا روايه ومش عارفه هعمل ايه تاني بصراحه في يومي بس هشارككم كده كده. مش عارفه القطن يعني ماشي مش مهم. كنت حاطه ميك اب خفيف قوي كنت حاطه بس كونسيلر وماسكارا. يا جماعه انا بجد من غير الماسكارا دي مش بحبها قوي يعني انا والماسكارا بجد في قصه حب ما بينا رهيبه. بس انا بص هنا عشان المرايه فكرة بجد شكلي احلى في الحقيقه. انا مش فاهمه اعمل كده ليه في الفيديو بس ماشي مش مهم. هغسل وشي بغسول وهرجع لكم. غسلت وشي وهحط دلوقتي هيرولونيك اسيد وبصراحه مش هحط حاجه تانية على وشي عشان يعني حاسه ان انا عايزه حاجه خفيفه بس فمش هرطب بعضه ولا حاجه. ممكن احط ليب بالم والموضوع انتهى يعني. هحط ليب بالم وبس كده وهقرا بقيه الروايه بجد الروايه دي تحفه قوي فده اسمها لو حد عايز يجيبها. دخلت الاوضه عشان العب مع نيلي بس هي مكانتش راضيه تلعب معايا فقلت اسيبها تنام وبس كده. ده كان فيديو النهارده يا رب يعجبكم.